ياسمين سعودة بدأت مسيرتها الإعلامية كمقدمة برامج وصحفية، حيث عرفت بقدرتها على التواصل مع الجمهور وطرح الأسئلة الجريئة. تميزت بأسلوبها الخاص وشخصيتها القوية التي جعلت منها وجها مألوفا ومحبوبا بين المشاهدين على مر السنين. وشاركت ياسمين في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، وأجرت مقابلات مع شخصيات بارزة، مما أكسبها خبرة واسعة في مجال الإعلام، كما أنها تعتبر مثالا للمرأة العربية الناجحة التي تمكنت من ترك بصمة واضحة في مجالها. لكن كما يقول المثل: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فبعد أن تعرفت على الإعلامي رياض بن عمر الذي شاركها في تقديم برنامجها المشهور على الشروق، نشأت بينهما علاقة قوية، وكان يظهران معا في كل مكان على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الجميع ينتظر إعلان زواجهم. لكن تفاجأ الناس بطرد ياسمين سعودة من قناة الشروق وتخلي رياض بن عمر عنها. كانت صدمتها شديدة، لم تتحمل الغدر والخيانة، وفي تلك الظروف القاسية تقدم إليها رجل يدعى مروان وقدم لها كل الدعم والحب. تزوجت منه في وقت قصير وذهبت لتعيش معه في دبي، وكانت الأمور تسير بخير، وكانت تبدو عليها السعادة في حياتها الجديدة. لكن مؤخرا صدم المتابعون لصفحتها على الانستغرام بحذفها كل الصور التي تجمعها مع مروان، وخرجت شائعات تقول أنها انفصلت من مروان بسبب حبها القديم، لأنها لم تستطع أن تنسى رياض، وقررت أن تبقى لوحدها حتى تجد الرجل الذي تستطيع أن تحبه بصدق. في الأخير أتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذا الفيديو. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تعليقات فلا تترددوا في تركها في قسم التعليقات، سأكون سعيدة بالرد عليها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب ليصلكم مني كل جديد، وشكرا.